السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما تعودنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي جايه لكم بوصفه سريعه جدا. كان عندي حته لحمه صغيره اقل من نص كيلو يعني، ففكرت اعملها حاجه اكترها واخليها تقضينا يعني. لا ده قضيتنا وفاضل كمان والله يا بنات. حطيت عليها بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وحبة بقسماط صغيرين، وحطيت لها بطاطساية صغيرة كده عشان ايه تديها طراوة من جوه ما تنشفش، عشان احنا حاطين بقسماط. انا عايزه اقولك ان الوصفة دي يا اختي انت وهي هتقضيكي جدا. جربيها كده ومش هتندمي والله يا سعدية. المهم ادي انا دي نزلت عليها بالقطاية، وبعدين هنقلب قلب، وبعدين ايه تعالي نرجع نقولك ايه انت وهي. انت متشتركيش في قناة اختك ام سما ليه؟ يلا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. المهم ادي قلبتهم، وهنزل عليهم بالتوابل زي ما قلتلك. ايه التوابل اللي عندك المتوفرة؟ يا سلام بقى لو عندك حبة توم باودر مثلا، ولا بصل باودر، ده انت كده تبقى غنية. يعني عندك لحمة يا سعدية وعندك توم باودر وبصل كمان. المهم ما اطولش عليكي في الكلام يا اختي انت وهي، قولي طولي. المهم تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. بعد ما قلبتهم هنزل عليهم بالتوابل بتاعتي والبقسماط وبطاطساية، ويلا انت كمان اشتركي معايا. ادي نزلت عليهم اهو. ادي البقسماط، واقلب برضو تاني. قلبيهم كويس عشان يبقوا متجانسين مع بعض، عشان ما حدش يعرف انت عامله ايه، خليكي ناصحه كده. اهو قلبناهم مع بعض. يلا اشتركي في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا وانت قاعده معايا كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقولي لي كده وانت قاعده استعدتي رمضان ازاي؟ عملتي له ايه؟ هنشوف كده مع بعضنا. ديني عملتهم، واروح جايبه صينيه حلوه كده عندي، واروح نازله عليها ببصلايه. بريح اللحمه يا جماعه، دي لحمه برضو، دي اسمها ست لحمه هنريحها دلوقتي. بص التوابل معايا اهي. بص انا كنت بالليل فما كانش عندي ولا توم باودر ولا بصل باودر، اللي عنده بقى يبقى غني. زي ما قلت لكم، عنده لحمه وعنده توم باودر وبصل باودر يبقى كده عدى الفقر خلاص. المهم يا سعديه خلصنا كده قلبنا، وبعد ما قلبنا بقى هنروح نازلين بصينيه حلوه صغيره عندنا، ونروح حاطين عليها بصلايه. زي ما قلت لك لازم نريح اللحمه، ريح اللحمه تجيلك تاني، ما تستخسريش فيها حاجه. المهم قلبناها اهو. انا قلت كلمه المهم دي 30 مره تقريبا يعني. وبرضه انت لسه ما اشتركتيش في القناه، اشتركي والله مش هتخسري حاجه. هتفرحي وتكتري لي كده وتكتري لي عيلتي. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويجعلكم اخوات ليا. المهم نزلت بالبصلايه، وكان عندي بقى في التلاجة ما اكدبش عليك، وكان عندي جبنة روبي. يلا ما استخسرتش حاجة بقى، يلا بقى. ما هي لحمة وتوم باودر وبصل باودر، لازم بقى ندلع اللحمة كمان. حطينا لها حتة جبنة رومي، هوريكم دلوقتي الحاجات الحلوة بتاعتنا. ادي البطاطساية. انا عايزه اقول لكم الكبة دي اللهم صل على النبي عليها بجد. بصي بتوفر لك كتير اصلا يعني. ادي البصلايه شوحناها، وهننزل عليها بالكفته. هنحطها صوابع كده، واللي بقى مني صبعته حطيته برضو في طبق، وحطيته في الفريزر، خلفته وحطيته في الفريزر. هنعمله مره مع بعضينا، بس هنعمله متحمر ان شاء الله. هيبقى زي صوابع اللحمه كده، كفته محمره يعني. انا عندي ربنا يخلي لي يا رب ستي ام امي. ربنا يبارك لنا فيها، بتعمل لنا الوصفات بتاعت الكفته دي بتبقى جميله قوي، بنحبها منها في رمضان، ربنا يخليها لنا يا رب. المهم هنزل عليها بالكفته، وهحط الجبنه. متنسيش بقى لو اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد يا سعديه. اوعي تنسي اختك ام سما. اهو بصي ما استخسرتش، محدش يقول لي انت استخسرت المره دي. ادي الجبنه. بصوا هحط حته كبيره والله ما تقلقوش، بس اشتركي انت في القناه عشان اكتر الجبنه اكتر. يلا واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.